اعمل ايه مع الراجل اللي بيقلب الترابيزه؟ انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت لي استفسارات يبعت على الانستجرام هتلاقوه في البايو. الراجل اللي بيقلب الترابيزه هو راجل مش عايز يطلع غلطان. فالحل ايه معاه؟ رقم واحد، اني انا اتجنب اني انا اقول كلمه غلطان او انتظر الاعتذار. دايما هيكون طريقة كلامي معاه طريقة نقاش، مفيش حاجة بتحصل من جانب واحد. انا عملت كذا وانت عملت كذا، تعالى نتفاهم. لكن ازعل اتقمص، انت زعلانه ليه؟ والله عشان انت عملت كذا وكذا وكذا. خلاص كده هيقلب الترابيزه. امال اقول ايه؟ والله انا زعلانه، مش عارفه اخد على خاطري. ليه اخد على خاطرك؟ عشان خاطر جرحني قوي لما انت عملت كذا وكذا وكذا. هنا بقى انت خدتي الموضوع في سكه انا موجوعه، ما خدتيش الموضوع في سكه انت عملت كذا وكذا. بلاش انت دي خالص تبداي بيها جمله. طيب تاني حاجه، ما فادتش معاكي وعمال يقلب الترابيزه، تنهي النقاش فورا. طب يا حبيبي احنا دلوقتي كده انت هتبدا تقلب الحقائق وهتبدا ما تقبلش ان انت ممكن تكون تسببت ليا في وجعها، مش غلطت، وانا كمان متقبله اني انا اكون عملت حاجه غلط لكن انت مش راضي. فما فيش داعي للنقاش، خلينا نقفل النقاش احسن. النقطه دي مهمه قوي. اسلوب ده يعني صايع من الاخر ان انت تتعاملي معاه، ان انت تحسسيه ان مفيش مشكله من طرف واحد. لو انت مش راضي تقتنع ان احنا الاتنين غلطنا او ان اي مشكله بتحصل من طرفين، يبقى مفيش داعي اصلا للنقاش. حاضر حاضر، اللي هو كانك انت بتاخديه على قد عقله. تالت حاجه المكافاه. لما يعترف او لما يهديكي او لما يقولك باي شكل وباي طريقه ان هو مش هيعمل كده تاني، لازم تصفيق عالي رهيب. اللي هو ايه؟ يا خبر ابيض، ربنا يخليك ليا، على فكره يعني انا شخصيتك ان انت تمتصني وفي نفس الوقت انت عندك كبرياء عالي. يعني انت مش متخيل انا الموضوع ده عمل فيا ازاي واثر فيا ازاي. واقول لك على حاجه بقى، ده انا هاجي على نفسي عشانك. لازم التصفيق وخدمه ما بعد الشراء، اللي هو انا مش بس خلاص حليت المشكله، لا ده انا حليت المشكله اقعد ابوس فيه واطبطب عليه كل شويه. انا فرحانه قوي النهارده، انا فرحانه ان احنا قدرنا نوصل للغه حوار رهيبه كده. احنا علاقتنا جميله ولازم نحافظ عليها.